جوار. حاجة موضوع اليوم حسن الجوار. حسن الجوار الزير سالم عارفينها، أشهر قصة بالك عند الشباب وعند العرب. نعم. وأكبر شخصية محبوبة في التاريخ. الحرب اللي قامت 40 سنة سببها حسن الجوار. نجيب لكنا هاني ياهي. طبعا كليب كان ملك العرب أخ الزير، وكان متجوز جريرة أخ جساس. وجساس كانوا خوالة منين؟ من الشام، من بني المنقذ ديار خوالة، وكانوا في حساس بينهم، يعني كما تقول العلاقات ما هنش واحد. ولكن حسن الجوار والضيف هذا خطوط حمراء، لا ملك لا يقرب واحد. فخالة جساس، ومش خالته أخت أمه، لا خالته من عموم خوالة، يعني ولي من عموم خوالة جت، ولكن هي من قبيلته من خوالة ديما تجي تاجرة كانت بين اليمن. فالبسوس هذه عندها واحد راعي اسمه من؟ اسمه سعدة. وما أمر أنا عارفينها قصة شهيرة، طردنا قتة كليب من مرعى وأمرنا مع الشرعة فطلقتها أخرى. فكليب جاء أهان من؟ ضرب الناقة وأهان سعدة. فتمت سعاد تقول في أبيات شعر البسوس، فش تقول؟ تقول لعمري لو أصبحت في دار منقذ ما ضيم سعدل وهو جار لأبياتي، ولكني أصبحت في دار غربة متى يعدو فيها الذئب يعدو على شاتي. لا تغتر بنفسك يا سعد وارتحل فأنت في دار عن الجار أمواتي. لما تتعاير فيه ما جار عن الدار فأنت في دار عن الجار أمواتي. يعني كلام كبير، أظن ما ينفعوش منهمش عرب، عندهمش حسن جوار. أنا كسمعها جساس ابن أخيها ايش قال له؟ قال له كفى يعني يسكتي، ولا أقتلن بناقتك جملا أعظم. يعني مغرس ما فحيناش أنا اللي إيش يسحبوه بيقتل جمال كليب غلال اللي هو مشول مشائخ وميتم يصرخ ومعجمة خايفين عليه من تمرد جساس. فجساس مشاقة هالمال كليب بروحه، كليب ملك وولد عمه ونسيبه في نفس الوقت، موقف بايخ يعني. فلما جاء كليب ميت 8 صبايا أكرمك الله يتناهبن وديرت الفيلم. فجليلة زوجته فتمت تنهب معاها. فأخت واحدة من خوات كليب إيش قالت؟ قالت رحلوا جليلة عن مأتمنا فهي أخت واترنا وشقيقة قاتلنا. فطردوها من العزم. أخت الزير هذه. شوي قالت طلعنا عاد صبايا، قال الله صبين لك حتى العزم ما تقضي فيه انت ما نكش. شوي وين ما طلعت قال الله فراق رحلة الشامت وفراق المحتدي ورحلة الشامت. شوي وتقول له أتشمت الحرة بقتل بعلها، أو تكتب عقدة الرجلان. ومشات جات المرة بوها. شوي استغرب انه انطردت من اول ساعات الحادث، يعني ما زالت. قال له ما وراءك يا جليل، يعني كان شوي قالت له يتم الولد وثقل العدد وفقد حليل وقتل أخ عما قليل. قريت الفصاحة يعني ثقل العدد ويتم الولد وثقل العدد وقتل وفقد حليل وقتل أخ عما قليل. شوي يقول له مرة بوها أولا يغني عن ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات. شوي قالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة أبو البدن تترك لك تغلب دم ربها. البدن هو ايش قال له؟ قال له ألا يغني عن ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات، يعني نغلوا الدية وهم سبلك يكرموا. قالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة أبو البدن اسمين تترك لك تغلب دم ربها، يعني كبيرها أو زعيمها.
وقامت الحرب الشهيرة اللي هي حرب الباسوس 40 سنة، عارفين نحن تفاصيلها وقصصها وباقي أحداث.